بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه مع بعض النهاردة، اهدوني من إيديكم الحلوة بأحلى لايك بأحلى اشتراك مع تفعيل زر الجرس. يومكم كله هادي ونادي ومليان علينا وعليكم بالسعادة وبالرضا من عند رب العالمين. قولوا أمين. النهاردة حبايب قلبي هنعمل احلى وصفتين لتخزين الكوسة، بالذات الكوسة المتقورة اللي كتير مننا عايز يبقى يخزن كوسة متقورة وما بيعرفش. النهاردة انا جايه لكم بوصفتين لتخزين الكوسة اللي احنا عايزين نطبخها او ندخلها في وصفاتنا، والكوسة الايه المتقورة. اول حاجة الكوسة اللي متقورة يا حبايب قلبي انا جبتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده اهو، وقمت مشرشراها بالمقوار، وقمت مقوراها حلو. بصوا الكوسه الحجم اللي انتوا عايزينه، صغيره كبيره وسط اللي انتوا تحبوه، وقورتها زي ما انتوا ما شايفين. طب احنا دلوقتي عايزين نخزنها يا ست بسيطه، يلا بينا اقول لكم نخزنها ازاي. انا جبت طاسه او حله المتاح عندك، حطيت معلقتين زيت، انزل بقى بالكوسه المتقوره بتاعتي. انا دلوقتي حطيت الكوسه المتقوره بتاعتي في معلقتين زيت. انا مجرد بديها تشميعه، وانزل بعد كده بنزل بعد كده بسنه كربونات، يعني قيمه ربع معلقه زي ما انتم ما شايفين كده. ليه؟ عشان تحافظ لي على اللون بتاعها، تقعد عندك خضره زي ما هي محافظه على اللون بتاعها من السنه للسنه. واقلبها قد واقوم قافله بقى عليها دقيقتين، واقوم شايله وقافله عليها. ودلوقتي نفس اللي انا عملته مع الكوسه اللي متقوره برضو هعمله مع الكوسه اللي احنا مقطعينها، ونزلت برضو بسنه كربونات اقل عشان تحافظ لنا على اللون، وبرضو تشويحه كده اهو دقيقتين، واقوم قافله عليها. بعد ما الكوسه بتاعتنا هديت وبردت او ماسكاها بقى في كيس يا حبايب قلبي، احط بقى على قد الكميه اللي انا عايزاها، واقعد كده اهو اخد بقى الهواء. نفس الحكايه برضو في الكوسه اللي انا مقطعاها، اللي هاخدها سواء اطبخها او ابشرها وادخلها في وصفاتي، نفس الحكايه برضو احطها في كيس على قد الكميه اللي انا عايزاها. وادي الكوسه زي ما انتم ما شايفين المتقوره، اللي يا دوبك نطلعها من الفريزر تهدى كده سنه، وتحشيها زي ما انت ما عايزه، وتاكلي احلى كوسه كانك لسه جايباها من السوق ومقوراها بسنه الكربونات بتاعتنا اللي تحافظ لك على اللون بتاعها. وادي الكوسه اللي لو انت عايزه تدخليها في طبيخ هتدخليها، لو عايزه تدخليها في شوربه خضار هتدخليها، عايزه تبشريها رغم انها طب يا ستي بسيطه ده متقطعه الصغير، برضه هتعرفي تبشريها يا حبيبه قلبي وتدخليها في وصفاتك في حشواتك زي ما انت ما عايزه. ادي استنهزي لما اكون في كوسه حلوه رخيصه على قد ايدك كده، هاتي وخزني احلى كوسه تبقى عندك طول السنه في الفريزر، تقدري تعملي منها كل حاجه حبيبه قلبي. زي ما بقولك استنهزي الفرصه واشتري الكوسه وخزنيها يا حبيبه قلبي. ما تنسوش الست بسيطه باللايك بالاشتراك بالدعوه الحلوه اللي تجبر الخاطر يجبر بخاطركم ربنا. يومكم كله هادي ونادي ومليان علينا وعليكم بالسعاده من عند رب العالمين. قولوا امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.